عذرا، هنا ليست ثكنة عسكرية أو جبهة من جبهات القتال، إنها السوق المحلية لمدينة سراقب، متارس محلية الصنع قام ببنائها أصحاب الدكاكين والمحال التجارية في سوق البلدة لتقيهم شر القذائف والشظايا الناجمة عنها، والتي أودت بحياة الكثيرين من أهالي المدينة. كل ذلك في سبيل لقمة العيش، والتي أصبحت أشبه بالمستحيل في ظل آلة القتل اليومية التي تنتهجها كتائب الأسد برا وجوا. سبب وجود هذا الساتر حمايتنا من القذائف التي ترمى على مدينة سراقب بكثرة. هذا الساتر بداية كان من بلوك، فمن كثر القذائف تحطم أول مرة، فبنيته ثاني مرة وثالث مرة بشكل أقوى. وهاي المحلات لا خلفها لا إرهابيين ولا مسلحين ولا شيء، القصف دائما بيكون عشوائي. والله نحن فاتحين باب رزق مشان نعيش، من كثر القذايف والضرب والذاك قضينا مشان نحمي حالنا ونحمي محلاتنا. الجيران في عالم بنت من كيس ملح، من رمل ابيض، من تراب، وبالاول والاخير هو ما راح، وعالم بنت من حجار سميكي وقاسي. هل تحمي هذه السواتر من البراميل او صواريخ الطائرات؟ لا بتحميها، الله بيحميها، بس اللي علينا بنسويه واللي على الله الله. من الرمل والملح، من الطوب والحجر نبني المتارس أمام محالنا، وإذا اضطرنا الأمر سنحفر الخنادق، ولكننا سنعيش. هذا هو حال لسان أهالي البلدة، يقولون إننا شعب كلما حاصرنا الموت احترفنا الحياة.